السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة. قبل ما نبدا هاد الوصفة حبيت نشكر كاع الناس اللي كيدخلوا القناة ديالي وكيتركوا لي بصمة او كيخليو لي تعليق زوين اللي كيحفزني وكيخليني نزيد في العطاء والاستمرارية. كنقول لكم شكرا شكرا والف شكر، والحب متبادل، احبكم في الله. والان نبداو الوصفة ديالنا ان شاء الله. عبارة عن طاجين اللحم بالخضرة، والخضرة دائما حسب الأذواق، كل واحد وشكون كيبغي في الخضيرة. هنا عندي واحد الطويجن قطعت فيه واحد البصيلة مشلضة. بالنسبة للخضرة لكم كامل الاختيار، عندي مطيشة، الفلافل، عندي خيزو، لي كورجيت الدايرة والطويلة، واللحم، الزيت، التوابل عندي سكينجبير، الخرقوم، معرق، البزار والملحة حسب الذوق دائما. البطاطا لا ريسبونسابل او المساند الرسمي في الطاجين، بالخصوص الناس اللي عندهم وليدات صغار، الاكثريه كياكلوا غير البطاطا. هو طاجين يعني ديال الخضره بالدرجه الاولى، ودائما كنعتمدوا على الخضيره، يعني هي اللي مهمه. هنا ملي درت داك البصيله مشلطه درت فوق منها مطيشه هي مقطعه طريفات صغار، غادي ندير فيه فوق منهم اللحم. من بعد غادي نضيف الخضره اللي بقات، غنصفها بالتدريج. من بعد البطاطا، هنا غادي ندير الخضره اللي بقات بالنسبه للفلافل ولي كورجيت، خيزو، والحار بطبيعه الحال. عزيز عليا الحار في الطويجن، دائما الحار كيجي زوين في الطاجين. هو الطاجين ديال الحوت، الحوت كيبغي الحار. صافي هنا ملي صفيت الخضيره ديالي كلها غادي ندوز للتوابل، هي اللي بقات غادي نديرها سواء مع الزيت ونخلطها ونكبها فوق الطاجين، او مع الماء ونديرها فوق الطويجن. زيت كذلك شويه ديال الجلبانه. ودائما كما كنقول لكم الخضره مهمه بزاف بزاف بزاف، لان صحيه سواء مفوره او مسلوقه او طيبه. هنا من بعد ما طاب الطاجين ديالنا كما كتشوفوا جا طويجن زوين بزاف كيشهي ما شاء الله. كنتمنى تعجبكم وصفة اليوم. نهاية الفيديو ما بقى ليا الا نقول لكم خليت لكم الراحة. شكرا على المتابعة، ما تنساوش الاشتراك في القناة واللايك والتعليقات المحفزة. الى اللقاء في وصفة اخرى وفي فيديو جديد اخر ان شاء الله.